شوية ومش هتشوفهم تاني، شوية ومش هتبقى شايفهم. بعد ما تتعافى من الخذلان والوجع والألم وتبقى شخص تاني، سبحان الله هتبقى شخص تاني. هتبقى أحسن من الأول، هتبقى أحسن لأن أنت هتبقى مريت بمراحل وتجارب كتيرة، حاجات عمرك ما شفتها، فأنت اتغيرت، ربنا علمك، بقيت شخصية أحسن وأحلى وأتقل وأقوى وأجمل. يعني انتوا كنتوا حلوين وولاد أصول قوي، بس بالرغم من كده بتبقى أجمل وأحلى. ساعتها مش هتشوفوها، انتوا مش شايفينها خلاص. هتحسوها، هتستغربوا. ساعتها مش هتشوفوها، هتشوفوهم مش شايفينهم. بس ما انتوا بتشوفوش الناس اللي زيهم دول، ما بيتشافوش. الناس دي ما بتتشافش. هي عموما في الحياة الناس اللي زي دي، الناس الأسوية ما بياخدوش بالهم منهم ولا بيشوفوا، لأن هم مش أسوية. فربنا يكون في عونهم في اللي هيشوفوه لسه، وحسابهم حسابهم تقيل قوي من كتر الظلم والافتراء. فانتوا حسابكم تقيل، فاطمنوا، هم حسابهم تقيل، لكن انتوا خلصت خلاص. انتوا هتتعافوا، هتفوق. فعشان كده ما تضيعوش وقت، يلا تعالوا معانا في رحلة التعافي من الخذلان، وإن شاء الله هتفوقوا معانا. مش هنسيبكم لما تفوقوا بإذن الله، لأن أنتوا تستحقوا ذلك. يلا عشان تلحقوا نفسكم.